ادي الهدف مره ثانيه اهو، وادي ابو تريكه ولا تصد ولا ترد. قنبله. وادي جماهير النادي الاهلي، بقول لحضراتكم بييجوا يتسلوا، يعني مفيش التوتر العصبي بتاع جماهير الاخرى، مفيش الا كل هدوء وكل احتفال، يعني حاجه جميله ويحسدوا عليها جماهير النادي الاهلي، ولكن ده طبعا في سبيل مجهود كبير بيعملوا اللعيبه بتاعتهم والنادي بتاعهم. وابو تريكه ويحط ابو تريكه الهدف الثاني في الدقيقه الرابعه من الشوط الثاني. يحط ابو تريكه هدف جميل رغم ان العقباوي كان رايح معاها، ليتقدم النادي الاهلي بهدفين للا شيء للمقاولين العرب في كل شوط. هدف في البدايه يخدر بيه كده المقاولين. هل بقى المقاولين هيتخلى عن حظره؟ مفيش حاجه بقى ابكي عليها، وهيهاجم وهتتفتح الخطوط هنا وهنا، وهنشوف اهداف ثانيه سواء هنا او هنا. ده اللي هنشوفه اماميه. فلافيو لأسامة، وحلوة من هنا تشاط على طول، وحلوة وحلوة وحلوة. أبو تريكة يحط هدف جميل، وأهو قايم له جوزيه قايم له بيسلم عليه ولحق اهو. ابو تريكة هاتريك النهارده. محمد ابو تريكة هاتريك النهارده بعد 11 دقيقة من الشوط الثاني. يحرز ابو تريكة الهدف الثالث بعقل كبير جدا. لو احنا شفنا الكرة دي جت لحسن مصطفى بالظبط نفس اللعبة، انما ده ابو تريكة وده حسن مصطفى. كل لعيب عنده ميزة، ابو تريكة مهارة، حسن مصطفى مجهود. وادي اهو بص شافوا ولمحوا زي بوشكاش زمان لعبوا هنا ريال مدريد مع الزمالك وحط كوره على الدو بالمنظر ده. ابو تريكة وهاتريك وثلاث اهداف باقل مجهود، النادي الاهلي متقدم بيهم. تتلعب الكوره